أهلا بيكم في الحلقة 17 من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الحروق، والنهاردة هنتكلم عن النزيف. أخطر حاجة في الإصابات مش الجرح نفسه، لكن كمية الدم اللي بتتفقد، والنزيف الشديد ممكن يهدد الحياة خلال دقائق بس. الخبر الحلو إنك تقدر تتصرف وبطريقة بسيطة جدا. خلينا في الأول نعرف إمتى النزيف بيكون خطير. النزيف بيكون خطير لما تلاقي الدم بينزل بغزارة ومش بيقف، ويونه أحمر فاتح وبيندفع بقوة. وقتها هتلاقي المصاب شاحب أو دايخ أو بيتكلم بصعوبة. هنا مفيش وقت ولازم تتصرف بسرعة وتمشي على الثلاث خطوات دول. الخطوة الأولى: اضغط بقوة. استخدم شاش أو قماشة نظيفة واضغط مباشرة على مكان النزيف، ضغط ثابت ومستمر، وما ترفعش إيدك كل شوية تشوف النزيف وقف ولا لأ. الخطوة التانية: ارفع الجزء المصاب إن أمكن. لو الجرح في إيد أو رجل، ارفعه فوق مستوى القلب، ده بيقلل تدفق الدم. الخطوة الثالثة: اطلب الإسعاف فوراً. لو النزيف شديد أو مش بيستجيب للضغط، مهم جداً ما تشيلش جسم غريب مغروس في الجرح. سيبه مكانه واضغط حواليه، وما تستخدمش أربطة ضغطة إلا لو متدرب على ده. وفي نهاية الحلقة حابين نقولك إن حالات النزيف الهدوء زائد الضغط الصح يساوي حياة. استنونا في الحلقة الجاية، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.